طبعا البارحة أنا كنت جالس فالتفت إلى هذا الموضوع، هل الخليفة عمر العادل، وسمعت بعض المناشدات من الأخوات والإخوان كيف أنهم يعانون من قضية التدريس في العراق، المناهج الدراسية العراقية التي فيها أبي بكر وعمر وعثمان، ولا يعرفون ماذا يقولون لأولادهم وكيف يردونهم، وكيف يقولون أن هذا الرجل ظالم مفتر فاجر قتل الزهراء عليها السلام، افترى على أهل البيت عليهم السلام. فكتبت محاورة كلامية بين ولد جاء من المدرسة بعدما أخذ الدرس ثم رجع إلى البيت حتى يراجع ذلك الدرس، فسمعته الأم وهو يقول: الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا الكلام اللي أنا كتبته باللهجة العراقية جدا باللهجة العراقية، لعله أوصل رسالة إلى أقل المستويات اللهجات الموجودة بالعراق يعرفون هذا الطاغية الظالم عمر بن الخطاب. فأنا كتبت محاورة بين هذه الأم وهذا الابن بلهجة عراقية خالصة. بعدما سمعت الأم وولدها يراجع الدرس الذي أخذه في مدرسة، وهو يقول في البيت طبعا هو ويقول عمر بن الخطاب الخليفة العادل رضي الله عنه، فتخاطبه الأم باللهجة العراقية وتقول: صدق يمه عمر عادل مسوينه، وخليفة ثاني عندكم ومحترمينه، هذا اللي دا تقره يمه محرفينه، مو هذا الصحيح يا يمه مكذبينه. الولد يرد على أمه ويقول: خليفة عادل اسمه يمه مسمينه، وعلى نوم الفقر ينام من زينه، وبعد اسمه الرض لابد تقولينه، اللي هي رضي الله عنه، وبعد اسمه الرض لابد تقولينه، صحابي وتاريخه هذا مخلينه، ما معقولة شي ثاني محرفينه. الأم ترد على ابنها تقول له: يا عدل هذا اللي يكتبونه، من يوم الغدير ولوح عيونه، يقول للصاحبة شوف شلون هذا محمد صار مجنونه، وبسقيفة بني ساعد من جمع ربعه، يقول لهم هسه أريدا منكم الفزعة، ما دام علي مشغول بالفجعة، ناخذها إنه ونتقاسم عليها، أبو بكر الأول وأنا ثانيها، صحيح هي فلته وأنا قربيها، لو هيك تجي لو ما تلاويها، وبعدها شورى أموركم حطوا واليها، وبعدها أموركم شورى أنتم بكيفكم حطوا واليها. الولد يرد على أمه شنو يقول لها؟ يقول لها: صدق يمه هذا اللي تقولينه، عمر خالف الله وسنة نبينا، لا والله يمه لا ولا أدري يا يمه بتقولينه، ولا أدري يا يمه بتقولينه، زيديني يا يمه بعد تاريخه. الأم ترد على ابنها تقول له: يا يمه شحكي لك بعد موضوعين، على دار أم الحسن لو على أبو حسين، هجمة وفرد هجمة على الطيبين، وبالدار جالس علي وفاطمة والحسن وحسين، ويا يمه الرجس هدد أبو حسين، قال حرقوا الدار علبيها، وبعضهم قال يا عمر فاطمة بيها، قال لهم وإن لو المصطفى بيها، والزهرة ورا الباب ما حد يراعيها، تقول أبويا عمر يريد واليها، ومن سمع بيها النذل قال كسروا الباب، وخلف الباب لاذت فاطمة بيها، عصر يا يمه عصرة وفاطمة البضعة، وللقاع طاحت من قوة الدفعة، والبسمار يا يمه بالصدر طبعه، وبكسر الضلع وانفاس من قطعه، والمحسن سقط ثالث الميمونة، ما عاش العمر من عصرة الكفار. الولد يرد على أمه يقول لها: يا يمه نسمع بهذا اللي تقولينه، يا يمه نسمع بهذا اللي تقولينه، لكن شبهة عنه وتسقط موازينه، يقولون هذا جبن من علي والينه، معقولة علي ذابح العدوان، سيفه ما يرفع البنت النبي العدنان،
هذا شلون يصير يا يمه حاكيني؟ الأم ترد على ابنها تقول له يا يمه حكي هذا اللي يقولونه، يا يمه حكي هذا اللي يقولونه، والتاريخ يذكر هذا مضمونه، علي بالوصية يا يمه يقيدونه، والنبي وصى علي لا ترفع سلاح إذا مو 40 وياه يفدونه. الولد يرد على أمه يقول لها ولا أدري يا يمه ولا سمعت بيها، الوصية من النبي قيدت واليها، هسان عرفت يا يمه تاريخه، وعلي أول خليفة هذا حق بيها، وعمر ظالم وفاجر وبالنار تاليها، وأنا شق الورقة هاي تكذبوا بيها، والعن عمر باكر بالمدرسة البيها، وأقول لهم عمر تاريخه زفت وارهاب، وأول داعشي على بنت النبي المختار. يعني محاورة باللهجة العراقية تبين كيف أن بعض الآباء والأمهات يعانون مما هو موجود بالمناهج العراقية، ونحن نشد عليهم ونقول لهم حاولوا قدر المستطاع أن تغيرون هذه الصورة التي ترسمها الحكومة العراقية الظالمة الطاغية لأبي بكر وعمر. غيروا هذه الصورة إلى الصورة الحقيقية التي جاءت عبر التاريخ والإسلام من كتبنا وكتب أهل الخلاف، أن هؤلاء ظلام فجر طغاة.